عارف إن الكوبري اللي بتعدي عليه بالعربية بيتحرك فعليا تحتك. زي ما بقولك كده، وبيتهز علشان ما يقعش. في سنة 1940 كوبري أمريكي اسمه تاكوما ناروز اتبنى بأحدث التقنيات ساعتها، لكن بعد 4 شهور بس اتكسر وانفجر زي الورقة وسط الهوا، مش بسبب عربية ولا زلزال، بسبب الرياح بس. طب إزاي كوبري بالحديد والتكلفة دي ينهار كده فجأة؟ فين العقل؟ فين الهندسة؟ فين الحسابات؟ لما دوروا في الموضوع لقوا إن المشكلة كانت في التصميم. كانوا مفكرين إن الثبات هو الحل، فخلوا الكوبري جامد ناشف ما بيتهزش، والنتيجة أول ما الرياح لعبت عليه شوية الاهتزازات بدأت تكبر لحد ما الكوبري اتكسر من نفسه. المهندسين بعدها اتعلموا الدرس إن الكوبري ما ينفعش يكون حجر، لازم يكون فيه مرونة، بيتحرك، بيتنفس، بيتمدد في الصيف وينكمش في الشتاء، ويهتز لو في زلزال بس ما يقعش. علشان كده بقى فيه وصلات تمدد مرنة وأنظمة امتصاص للصدمات، علشان أي ضغط ما يكسرش الكوبري، بل العكس يقويه. انت كمان محتاج تبقى زي الكباري دي، ما تبقاش ناشف، خليك مرن، اتأثر بس ما تنكسرش. الهندسة حوالينا مش مباني بس، دي دروس للحياة. تابع سلسلة الهندسة حوالينا وخلي كل حاجة حواليك تشرح لك الدنيا من منظور مختلف، وما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.